خلاص الكبار صحوا، وجوجل واوبن اي اي قرروا ينهوا عصر الاي اي القديم. الخناقه دلوقتي ما بقتش مين بيرد على اسئلتك احسن، الخناقه بقت مين هيقدر ينفذ الشغل مكانك احسن. بعد ما شركه انثروبيك طورت كلود وطورت فيه قدرات الاي اي ايجنت وبقى يستخدم الكمبيوتر بتاعك مكانك، جوجل كشفت النقاب عن مشروع اسمه جارفيس، واوبن اي اي اعلنت عن اوبريتور. جوجل قالت انها هتركز على جارفيس كاي اي ايجنت، هيقدر يحجز لك طيران وهيشتري لك حاجه البيت ويعمل لك ابلكيشنز في الشغل ويعمل لك حاجات كتير جدا من خلال كروم. كل ده بس عشان يقدروا يلحقوا انثروبيك في سباق الاي اي ايجنت. الناحيه الثانيه، اوبن اي اي اعلنت عن اوبريتور كاي اي ايجنت، سربت شويه اخبار عنه، وخاصه بعد عدم نجاح كودكس اللي طلعته من حوالي اسبوعين. الاول كنت انت بتروح للاي اي تساله ويدي لك خطوات تروح تنفذها، الجديد بقى مع الاي اي ايجنت ان انت هتروح برضه تساله وتخليه هو ينفذ وانت قاعد تتفرج عليه. لو انت بقى صاحب بيزنس او شغال في السيلز او شغال في الماركتينج، دي هتوفر عليك وقت كتير. ده كانه موظف رقمي معاك بيجمع لك داتا ويحلل لك داتا ويجمع لك بيانات العملاء ويحلل لك التوجهات والترند اللي في السوق. ده معناه ان موضه الاي اي بتاع السؤال والجواب خلاص انتهت. النهارده بقى لازم الاي اي ينفذ لك اللي انت عايزه لحد ما يجي لك جاهز. واكيد طالما السباق ده بدأ هنتفرج على حاجات اغرب بكتير من كده.